يحكيوا على جماعة يحبوا العروي وحكايات العروي. جاء واحد من بلاد من البلدان وعمل لهم قناة في اليوتيوب، وقعد مدة وهو يهبط لهم في الفيديوهات ممتع حكايات تشبه لحكايات العروي شوية، لكن هما ما حبوش يشتركوا في القناة جملة. عمل هكا وقدموا وخر وقال لهم تشتركوا يهديكم ربي. بعد ما اشتركوا في القناة قالهم اليوم على الفازة جبت لكم قصة من عندي، قصة محكاهاش حتى حد قبل، قصة ابتكرتها أنا من عندي واستوحيتها من حكايات العروي اللي تحبوهم واللي نحبهم أنا زادة مش كان أنتم. شدوا رواحكم وحضروا كاس تاي بجنبكم إذا أنتم فايقين، وكانكم باش ترقدوا غمضوا عيونكم واسمعوا. يحكيوا على فلاح راجل ميسور الحال، عنده 7 بنات ومرته حبلة، وخايف المسكين لا تطلع له طفلة. وما هو في زمان القديم ما يحبوش البنات، يحبوا الأولاد خاطر يعاونوهم في الخدمة وفي هم الزمان. ولكن فما حاجة ما يعرفوهاش الرجال، اللي الفلاحة راهي صنعة تنسى. الرجال بطبيعتهم ما يصبروش، وهذاك علاش كي تمشي للشمال الغربي ولا في صفاقس تلقاهم اللي يجمعوا في الزيتون كلهم انسى، والمرأة الحقيقة تصبر أكثر من راجل. والفلاح هذا فهمه غلط، وهو راهو أي واحد كي تلقاه ناقص حاجة ديما يرغبها. كان جاب برشا ولاد تلقاه يحب يجيب طفلة، وكان جاب برشا بنات تلقاه يحب يجيب طفل، وهذيك هي الدنيا. والفلاح هذا رازقه ربي ب7 بنات، وكل يوم ايده على قلبه، وخايف في المرته تزيد تجيب له طفلة أخرى. هي تعدات 9 شهور ونهار صيف ودنيا سخونة، ونساوين قبل الفخار بكري مش كيما نسا توا، تلقاها تحصد معاها في الزرع وهي في الشهر 9. كتب المكتوب نهارتها، والمرأة تحصد وبناتها معاها. والرجال ما قلنا ما يصبروش في خدمة الفلاحة، كي العادة ما هوش معاهم، هو كي شاف عليهم يجي يطل ويمشي. ومرته تحصد كان هي وبناتها، هاوكم مقسمين بعضهم، طفلة تلقاها الطيب في تاي، وواحدة أخرى بحذاها لاهية بالفطور، وباقي البنات مع أمهم يحصدوا. لين المسكينة جاها الحس وقالت توا باش نولد، وقبل ما كانش لسبيطارات ولا هم يحزنون، تي حتى القابلة اللي تولد ما تلقاهاش فيها كالبر. هزوها بناتها تحت الزيتونة وهما دايرين بها. ونسى قبل المرأة ب10 رجال، متاع توا جيل ياغورت هذا ما يمشيش قبل، تي تولد اليوم ومن غدوة تلقاها تحمش في الطابونة. هي ما قلنا فرشولة تحت الزيتونة وبناتها دايرين بها، لين ولدت وحدها جابت طفلة كالعادة. ايش باش تقول الرجلها توا؟ قالت لها بنتها الكبيرة، ما هي الكبيرة ديما قريبة من أمها وفاهمة الدنيا، قالت لها ما تخافش يا مي، بابا راهو صحيح صعيب لكن قلبه أبيض، توا يتغشش وبعدين يسلم للأمر الواقع. هيا روح الراجل للدار في الليل. عرضته بنته الصغيرة، يا بابا يا بابا راهي أمي ولدت. بدها يقول يا ربي تستر يا ربي تستر، وشنو جابت؟ خرجت بنته الكبيرة باش تبدأ تمهد له في الحكاية وما تخليهش يتغشش، ولكن الطفلة الصغيرة سبقتها وقالت له أراهي جابت طفلة أخرى. بدا هك الراجل يسب ويلعن، ومنها قال لهم ما عادش قاعد فيها الدار هذه، هاني باش نهج وباش نخليها لكم. خلطت عليه بنته الكبيرة وهي تجري وراه، أرجع يا بابا أرجع يا بابا، والدنيا ماهي ليل وظلام، وهو متغشش ويمشي ويرمرم وحده. فما واد قدام الدار متاعهم انساه، يا أخي طاح من الهفوف مات على أرضه. بدات الطفلة الكبيرة تبكي وتصيح على أبوها، هيا خلطت أمها تلقاها الراجل ميت، وهما نساه وحدهم ما ينجموش يجبدوه من هاك الواد. الدنيا ليل يخافوا، ودارهم بعيدة على البلاد. قالت لبنتها الكبيرة برا انت واخواتك الزوز للبلاد بحذاه خالك وقل له يجي توا وهي قاعدة المسكينة بحذا رجلها تبكي وتنوح.
ليلة كاملة وهي قاعدة وتشوف فيه قدامها في قعر الواد. لين قرب الفجر تسمع في الكلاب تنبح، عارفة اللي خوها جاء. هيا خلط خوها يلقاها بكى وغريد، ما كلمهاش، هبط يتسرسب شوية لين وصل قاع الواد، يلقاها ممدود وميت. قحد حداه لين نطلع النهار، ومنها كفنوا بلحفته وركبوا على البهيم، وهز معاه أخته وبناتها وقصدوا ربي للبلاد. هيا غسلوها الراجل ودفنوه. قعدت هي أيامات في دار خوها، لكن حست اللي مرت خوها بدات تضايق منهم وموش عجبها الوضع. قالت لبناتها حضروا رواحكم باش نرجعوا لدارنا. وكي لقات خوها مشاتش فيها والظاهر فيه حتى هو ما عادش حاملهم، زادت عزمت أكثر وهزت بناتها ورجعت لدارهم. وهي الحقيقة في دارها ما هيش مخصوصة، كل شيء عندها، وراجلها خلالها الأرض عامرة زيتون وشعير، وتاكل اللي تاكل والباقي تبيعه. وكي كان هو حي كان هو يمشي للسوق يعبي البهيم متاعه بالشعير ولا بالزيتون ويهز يبيعه. وكي مات راجلها ولات هي تمشي وحدها، تهز معاها زوز بنات وتقصد ربي للسوق، وتخلي البنات الأخرين وحدهم في الدار يلهاو بطفلة اللي نزادت جديدة، ما هي ما تنجمش تهزها معاها للسوق. هيا نهار مشات للسوق والبنات قعدوا في الدار، وما هم زالوا صغار. كي لقاو الطفلة رقدت خرجوا يلعبوا لبرا. ونعوشها ماكم تعرفوها، كانت تدور قبل، أما توا ما عادش برشا. توا عمرت البلدان والكراهب والحس، ولات ما عادش تدور على الديار، تخاف. وكانوا الناس قبل يقولوا اللي هي طير الجن، الله يبعدها علينا، وكي يحصلها واحد يطلب منها العهد باش ما عادش ترجع. المهم هي تبقى إخرافات الله أعلم بيها. أي نهاراتها نعوشة تدور وتحوم لين وصلت لدارهم، تلقى البنات يلعبوا لبرا، وتشوف في هاك الطفلة راقدة وحدها، تهبط لها وتخطفها وتطير بيها. بداو البنات يجروا راها وهما يعيطوا عليها حرام حرام، ولكن هي لا تعرف لا حرام ولا حلال. طارت ومشات بيها في السماء. قعدوا مساكن يبكوا على أختهم. أي فما صياد يدور على فرسه ويصطاد، يلقاش غزالة ولا أرنب، يشوف في السماء طير غريب في مخالبه كأنه شادد حاجة. قال خليني نطيحه ونشوف أش عنده هالمخلوق الغريب هذايا. حط المكحلة على كتفه وصوب عليها وضربها في جناحها، بدأت تتمايل في السماء وهي هابطة وما عادش تنجم تطير. وخلطته هو يجري وراها لين شافها طاحت. الحقها يلقاها كالطفلة ملفوفة في محارم وراقدة، ونعوشة تفرفط قدامها باش تموت. فرح بالطفلة وركب بيها على فرسه وقصد ربي. أيا وصل لداره، قصر كبير، والراجل ظاهر من التجار الكبار ولباس عليه، وساكن هو ومرته في هاك القصر الكبير هذاك وما عندهمش صراحر. أي وصل مشال مرته فرحان وهو يصيح وينك يا امرأة وينك يا امرأة. قتلوا هاني في الكوجينة. قالها يا للا جبت لك معايا ضيف. وشنو ضيف من الضيوف اللي حبهم قلبك. ويحل هاك السرة قدامها، تلقاها طفلة كالملاك. فرحت بها وهي قريب تزغرت، ومنها قتلوا وين لقيتها. قالها راني شفت غريبة طايرة بها، طير عمري ما شفته قبل، هازها وطاير بها. يا أخي ضربته بالمكحلة هبط وجيت نشوف أشنو اللي هاز ونلقاها الطفلة هذه. قلت نروح بيها ما نخليها في الغابة. قعدت تخمم وقتله بالك راهي أمها تلوج عليها. قالها كان جابوها ولا أمها توا نعطيوها له. وضحكت وقالها ودعي إن شاء الله ما يجيوش. أي هزت الطفلة وهي فرحانة بها وتغني. وبرا يا زمان وتعالى يا زمان، كبرت هاك الطفلة ولات صبية الزين والشبوبية، وهما ما قالوا لهاش اللي هي مش بنتهم، وبالعكس رباوها على أساس إنها قطعة منهم، واللي تطلبوا يجيبوه لها. أي نهار بوها مرض، جابوا الطباء
جابوا العزامة ولا حد عرف له شنو مرضه. نهار فما عزوزة استوت الله لا يرحمها كي تموت متعدية بحث الدار، شافتها مرت التاجر، نادتها، دخلتها للدار وقاتلها راهو راجلي مريض ومعرف حد مرضو شنو، تنجم يدي تعزم عليه؟ قتلها وينو؟ هزني ليه. هزيتها لبيتو ونحات محرمتها وبدات تممتم وما تفهم منها ايش تقول، وبعد سكتت وقتلها. راهو مرض راجلك ما يداويه كان حاجة برك. قالت لها وهي فرحانة: وشنو هو؟ قول لي. قالت لها العزوزة: راهو دواه صعيب. قالت لها: تتكلم وقول. قالت لها العزوزة: راهو دواه في وردة الذهب. قالت لها مرت التاجر: وين نلقاوها هذه وردة الذهب؟ قالت لها العزوزة: في جبل ملوك السود. قالت لها مرت التاجر: وين نلقاوها زاد هذا جبل ملوك السود؟ قالت لها العزوزة: لا، عد هكاك اللي يريدها يمشي ويلوج في البلدان ويسأل ويدلوها عليه. أما راهو كي توصل للجبل باش تلقى صيد كبير يحرسها، وما فما حتى حد ينجم يجيب هالوردة هذه. اللي قرب منه الصيد هذه يحولوا ذهب. والطفلة بنتهم قاعدة تسمع فيهم، دخلت وقالت: أنا نمشي نجيب هالوردة هذه. خزرت لها العزوزة من فوق لوطة: انتي تيوما فرسان وشكون يعرف عليهم وما نجموش، راهم باش تنجم انتي؟ قالت لها الطفلة: كان الفرسان ما نجموش يجيبوها أنا نجم نجيبها. بدات امها تدور بيها وتلحلح: يا بنتي راهو البر واسع ومتنجمكش روحك. قالت: أنا باش نمشي أما ما تقلش البابا. هي ركبت راسها وامها ما نجمتهاش، مشت لبست الباس بوها متاع الصيد والمكحلة متاعه على كتفها وتلثمت باش ما يعرفها حد، وركبت على فرسه وقصدت ربي. وكل مرة تلقى حد تسأله، ومرة تقعد في بلاد ترتاح وتدور بين الناس وتسأل، لين نهار القاط عزوزة قاعدة قدام دارها، جات حذاها وقعدت وبدات تحكي لها على حكاية بوها وعلى الوردة اللي تحوم عليها عندها أيام. قالت لها: يا بنيتي راكي وصلت. فرحت الطفلة وبدات تعنق فيها. يا أخي، قالت لها العزوزة: راهو جبل ملوك السود مش بعيد من هنا، ولكن ما يعرفوا حد، كان العزايز اللي كيف تسأل عليه باسمه ما يعرفوا حد، على خاطر جبل ما يظهر كان كي تنادي عليه باسمه. شوف يا بنتي، انت كي تخرج من البلادي هذه باش تلقى واد كبير تشقه وتبدأ نادي: يا جبل ملوك السود، يا جبل ملوك السود. توا هو اللي يخرج قدامك، جبل كبير وعظيم، أما راهو كي تطلع الجبل يلزمك ما تبطعش برشا، على خاطر اللي كان مشاء راهو يهزك معاه ومعاش ترجع جملة. اتذكر الكلام هذا، يلزم تاخو اللي حاجتك بيه وترجع فيسا قبل ما يمشي بين الجبال. هيا فرحت الطفلة وركبت على فرسها وقصدت ربي، خرجت بالبلاد ومشيت للوادي اللي قالت لها عليه العزوزة، وبدأت تمشي وتنادي: يا جبل ملوك للسود، يا جبل ملوك للسود. وهي تمشي وتدعي في ربي باش يظهر قدامها، لين بدأت الأرض تتحرك تحتها وصوت قوي جاي من بعيد، وبدأت الجبال قدامها تتحرك ويخرج من بينهم جبل عالي وكبير. فرحت وقالت: هذايا هو جبل ملوك للسود. هيا بدأت تمشي وهي طالعة معاه، وكي قريب توصل للبلاصة اللي قالت لها عليها العزوزة، هبطت من فرسها وربطتها في شجرة من شجرات، وكملت على ساقيها وهي تزرب في روحها وخايفة لجبل يهرب بيها وما عادش تتنجم ترجع لبوها. وهي تمشي هكاكا تسمع في زهير نتاع صيد. قالت: هذا هو، يظهر لي وصلت. بدأت تمشي بشوية بشوية، تشوف فيه راقد ممدود تحت شجرة كبيرة وبحذاه وردة الذهب، وهي تلمع من بعيد تقول: يا قوتة. قاعدت تخزر له وتفكر ايش باش تعمل باش تضربه بالمكحلة. هذا صيد كبير وما عندها ما تأثر فيه، وكيف يق بيها يمكن يجيها وياكلها ولا يحولها صنبة ذهب. يا أخي جاتها فكرة، قالت: نغني له بلك شي يرقد. وبدأت تغني،
وهي صوتها حنين حتى الصيد فاق وترشق وذنيه وقعد يسمع، وبين فيه عجبه صوتها. بقات تغني وتغني حتى لين تشوفيه بدا ينعس. بدات تقرب منه بشوية بشوية وهي تغني وهو يزيد ينعس، لين وصلت للوردة هذيك وهي مازالت تغني. وصلت لها وقطفتها، وهاك الصيد قام يصيح وبدا يتخبط كل مجنون قدامها، ومنها بدا يتحول من ساقيه الراسو. وبعد وقف قدامها فارس من زينة الفرسان راكب على حصانه، تقول أمير ولا ملك من ملوك. هي قعدت باهتة فيه، ومنها تذكرت كلام العزوزة واللي ما يلزمهاش تبطى برشا. مشات تجري، ركبت على فرسها وطارت جري، وهو زاد كيفاق من غيبوبة متاعه وبين فيه كان مسحور وتحول لصيد. الحق وراها يسخيلها فارس حب يخلط عليه ويشكره، وهي بطبيعتها ما عندهاش وقت باش تبقى تحكي معه. هي تجري وهو لاحقها وينادي عليها: استنى يا فارس، استنى يا فارس. ومن قوة الجري والريح اتنحى الفام من على وجهها وطار شعرها، وقعد هو باهت في جمالها سبحان من خلق. وهي انتهزت الفرصة وكي لقاته ابهت فيها وفي جمالها، رجعت الثام على وجهها وركزت الفرس نتاعها بساقيها وطارت وفاتاته ومشات. وهو كي لقى روحه ما عادش ينجم يخلط عليها، دار على روحه ورجع لبلاده، ولكن هي قعدت في قلبه. هي الطفلة رجعت لدارها تلقى أمها تستنى فيها، وعطات وردة الذهب للعزوزة، مشات حطتها في الماء وبدات تتمتم عليها. ومنها عطات المال مرت التاجر وقالت لها: شد أشربوا الماء هذا. اشرب الراجل الماء وفاق كأنه ما كانش مريض. فرحت المرأة وبنتها وعطات لهك العزوزة صرة فلوس. فرحت العزوزة وبدت تدعي لها هي وبنتها، ومنها خرجت ومشات على روحها. نرجع توا لجبل ملوك السود. جبل كي تقطف منه وردة الذهب بقى في بلاصته ما تحركش. فما ساحرة ساكنة فوق الجبل هذاك في مغارة، حست بجبل واقف ما عادش يتحرك. عرفت اللي فما شكون هز الوردة. هبطت تشوف، لا تلقى لا صيد ولا وردة. تغشت وبدات تسب وتلعن، وقالت اللي عمل العملة هذه لازم نعاقبه. هيا تنكرت وخرجت تحوم وتدور لين وصلت للعزوزة اللي لقاتها الطفلة البرة، وقلت لها على بلاصة الجبل. قعدت بحذاها ومنها بدت تبكي. سألتها العزوزة: ايش بيك؟ قلت لها: انا مريضة وقالوا لي دواك في وردة الذهب، وعندي بنتي قالت لي انا نمشي ونجيبها، وعلى قد ما لحيت عليها باش ما تمشيش، ولكن هي ما حبتش. يا اخي استفقدتها، توا عندها اكثر من شهر وما رجعتش. خرجت نلوج عليها. ومنها خزرت للعزوزة وكملت كلامها وقلت لها: ما شفتهاش انتي؟ قلت لها: راي جتني طفلة عندها توا مهارين ولا أكثر، قالت لي راني من البلاد الفلانية وبابا مريض، وحكت لي قصتها، وأنا ما نعرفش إذا هذه بنتك ولا لا. أنا نعدتها على بلاصة الجبل ومن بعد ما نعرفش صار لها. العزوزة سمعت اسم البلاد اللي تسكن فيها، خلاتها ومشت تجري. هي وصلت لبلاد الطفلة وبدت تسأل وتحوم، لين دلوها الناس قالوا لها راهو فما تاجر كبير ومرض خايب، ومن بعد برا منه ولكن ما نعرفوش كيفاش برا. قالت هذه هي صاحبة العملة اللي نلوج عليها. هي زادت نهار ورجعت للدار وفي يدها قفة تفاح، تمشي وتلهث. وصلت قدام الدار، عملت روحها داخت. شافتها الطفلة خرجت لها تجري، بدأت تسأل فيها: يا أمي إيش بيك؟ لاباس. وبدأت تضرب فيها على وجهها لين فاقت. قالت لها العجوزة: بنيتي جيب لي شربة ماء، راني تعبت من المشي باش نموت. نادت الطفلة للخادمة وقالت لها: فيس عجيب كاس ماء. مشات الخادمة تجري من الكوجينة، عبات كاس ماء ورجعت عطاته للطفلة. شربت العجوزة ومنها قالت لها: يشربك من حوض الجنة يا بنتي. وبدأت تدعي لها وقالت لها: راني كنت في السوق نقضي، يا أخي لعبت علي الدوخة، قلت خليني نقف على الدار هذه ونشرب حتى شربة ونرتاح شوي. قالت لها الطفلة: تحبشي تدخل الداخل ترتاح؟ قالت لها: لا مش لازم، هاني ارتحت شوية وتوا نمشي على روحي. قعدت الطفلة تلح عليها باش تدخل، ولكن هي ما حبتش. وكي جات ماشية قالت لها: كي انتي جبت لي شربة ماء شد خوها التفاحة. في لول قالت لها لا،
وبعد كي لقات العجوزة تلح عليها هزت التفاحة منها، والعجوزة مشت على روحها، وهي دخلت ومدت هالتفاحة للخادمة وقالت لها شد حطها في الكوجينة ولا كولها كانت تحب. الخادمة دخلت بها للكوجينة وكالت منها الفم الأول وتحولت لحمامة بيضة وطارت في السماء ومشات. قعدوا يحوم عليها هي وأمها والخادمة كأنه بلعتها الأرض. قالوا بلك شراه رجعت لأهلها وما حبتش تقول لنا. هي تعدت أيامات ورجعت الساحرة تراقب في الدار من بعيد، تلقى الطفلة تدور البرة، عرفت اللي هي ماكلتش من التفاحة، تغشت وقالت المرة هذه لازم نقضي عليها. وكالعادة زاتت نهارين وتنكرت في لبسة أخرى، والمرة هذه عملت روحها تبيع في المحارم. هيا وصلت للدار تلقى الطفلة البرة، عملت روحها تنادي هيا محارم للبيع، هيا محارم للبيع. الطفلة كي شافتها مراه كبيرة سخفت عليها ومشتلها وقاتلها بقداش المحارم. قاتلها ليك انت بدينار برك للكعبة. بدات الطفلة تفرس فيهم وعجبتها واحدة، قاتلها نحب ناخو هذه، وخذاتها واعطاتها دينار. وكي جات ماشية قاتلها العزوزة يا بنيتي البسها خليني نشوفها عليك. ضحكت الطفلة ولبستها وهي حطتها على راسها وتحولت لحمامة وطارت. بقت تطير في السماء لين وصلت لقصر السلطان، وفي الجردة لقات شجرة ركزت عليها. هيا نهار ولد السلطان يدور يلقى هاك الحمامة فوق الشجرة، عجباته قرب منها وشادها بيدو، يلقاها الدموع خارجة من عيونها ورمحرمة ملفوفة على رقبتها وهي قاعدة تخزر له، وعرفاته اللي هو نفسه الفارس اللي لقاته في جبل الملوك السود. هو كي شاف المحرمة مربوطة في رقبتها فكها ونحاها، ياخي تطير الحمامة من يده وترجع الطفلة كيما كانت. قعد باهت فيها ومنها بدا يركز، يلقاها نفس الطفلة اللي نقذاته من السحر اللي عملته له الساحرة وبعدته سنين على أهله وناسه في جبل الملوك السود. قالها ما تخافش راك في أمان، ودخلها القصر وحكيت له القصة الكل. قالها يلزمنا نشدوها الساحرة هذه، هيا ركبها معاه على الفرس وارجع بيها لدارها. هيا عدي أيامات وساحرة دقها ربي وقالت خليني نرجع للدار نزيد نكمل على أهلها الكل. كل عادة نكرت وجات تلقى الطفلة البرة، بقات مصدومة وهي تغلي في قلبها كيفاش رجعت هالهم هذه، ومنها مشيت لها وبدت تنادي كالعادة هيا محارم للبيع، هيا محارم للبيع. مشيت لها الطفلة وقالت لها بقداش المحارم اليوم؟ قالت لها العزوزة اليوم ليك انت بلاش. وهي ما كملتش كلامها ويجي الفارس على حصانه من وراها ويضربها يطير لها راسها. وهي ما حملتش المنظر، رجعت تجري لبيتها وبدات تبكي وحدها. شافتها أمها تسخيل الفارس اللي شافته معاها البرة هو أخوها ولا أبوها، وقالها راك ما كش بنت الدار هذه. مشيت لها وبدات تقولها سامحني يا بنتي رانا خبينا عليك الفترة هذه الكل، راك انت لقاك راجلي في الغابة. وبدات تحكي لها على القصة الكل، والطفلة تسمع فيها ومصدومة، ومنها فاقت وبدات تعنق في أمها وهي تبكي. الفارس ولد السلطان قال بعد ما ماتت الساحرة وارتحنا منها هذه فرصتي، يلزمني نخطبها من أهلها الطفلة هذه. يا أخي أنا باش نلقى خير منها. هيا جاء لبوه وحكالوا الحكاية الكل، وقالوا راني لقيت طفلة ونحب نخوها. هيا جماعة السلطان الحاشية متاعه هو ومرته وولده زادة ومشاول كلهم لدار التاجر باش يخطبوا الطفلة. هيا وصلوا للدار واستقبلهم بوها وفرح بها، وهما قاعدين في الصالة اتكلم السلطان وقال لبوها أرانا جيناكم خاطبين، وهو ما زال ما كملش كلامه. ودخلت الطفلة وقالت أنا موافقة ولكن بشرط. اتبسم ولد السلطان وقالها
اطلب اللي تحب. قتلوا الشرطي بشناخوك إنك تلقالي أمي وبابا وعائلتي صحيحة. قعد ولد السلطان باهت يا أخي تكلم بوها واللي هو مربيها وحكي لهم الحكاية الكل. ومن حينه السلطان أصدر قرار للوزير باش يلوج على عائلتها، وانتشر الخبر وحكاية الطفلة، وسمعت أمها مرت الفلاح ومشيت هي وبناتها للقصر، وتقابلوا هما وبنتهم بعد غياب سنين، وقامت الفراح 7 أيام و7 ليالي.